السلام عليكم حبايب قلبي، واسعد الله اوقاتكم وين ما كنتوا تكونوا. ابو عمر بحييكم حبايبي. فيديو اليوم اصدقائي رح نحكي عن طائر الكوكتيل، والكوكتيل اللي انا جبته كيف علمته على الكلام. تمام. وكثير اسئله بتجيني، يا ترى الكوكتيل او اي نوع من انواع الببغاوات اذا كان ماله اليف بيتعلم على الكلام ولا لا؟ كل هي الاسئله ان شاء الله عز وجل بنحكي فيها ونشرح فيها بهذا الفيديو ان شاء الله. إذا أصدقائي، طائر الكوكتيل هو من أجمل الطيور اللي في عندها ميزة يعني بيتميز فيها. هي الميزة إنه حنون كتير، بيحب اللعب. تمام. وبيحب صاحبه وبيتعلق فيه كتير. وأي حدا جديد وحابب يربي ببغاء، يا ريت أول ما يبدأ بالكوكتيل، لأنه سهل التربية وجميل ورائع جدا. يعني ببغاء مرح كتير. بالنسبة لترباية الكوكتيل، أول شيء القفص اللي نحن لازم نستعمله، لازم نستعمل القفص شوي يكون كبير عليه ومريح مشان ما يكسر ريشه ويكون متضايق. تمام. هذا إذا كان بشكل فردي لحاله بده يكون بقفص كبير، وإذا كان كمان مشان موضوع التفريغ كمان بده يكون بقفص أكبر من هيك أصدقائي. بالنسبة للكوكتيل حبايبي، هذا الكوكتيل بيتعلم على الكلام، إذا كان أليف وإذا كان غير أليف. تمام. طبعا اذا كان اليف رح يكون تعليمه على الكلام سهل، واذا مو اليف فيني انا اعلمه للكوكتيل بقلب القفص بوجوده كيف بدي ابدا معه بالترويض، عفوا كيف بدي ابدا معه انا بالتعليم على الكلام. انا بشوف شو هي الاكلات اللي بحبها. تمام. ومن خلال الاكل اللي انا عم طعم اياها، مادة ايدي وعم طعم اياها، بهذا الوقت بكرر له الكلام. ومثل ما ذكرت انا بفيديوهات قبل هلا سابقه، انه لازم يتعلم على الكلام 3 مرات بالنهار، 4 مرات بالنهار، حسب الوقت اللي نحن فاضيين فيه، واقل شيء من نص ساعه للساعه الجلسه الوحده. وميزته انه بيتعلم الكلام وصوته ما راح اقول لكم كثير واضح، صوته حلو يعني مفهوم. اذا علمته على الكلام بيكون كلامه مفهوم. هلا ان شاء الله فرجيكم انا كيف علمته، شلون اللفظ عنده كيف بيطلع عند الكوكتيل حبايب قلبي. أول شغلة لتفريخه، فتفريخه العمر المناسب لتفريخ الكوكتيل بده يكون عمره فوق ال8 شهور أصدقائي. تمام. مشان نكسب نحن قصة إنه ما يكون في عنده قلة خبرة بالنسبة للتفريخ. تمام. وقت اللي بيكون عمره 8 شهور وفوق ال8 شهور بنضمن إن شاء الله زق يعني وتفريخ يكون ممتاز مرتب. هي بالنسبة للتفريخ حبايب قلبي. وعلى فكرة ببيض من 3 بيضات ل7 بيضات. طبعا هذا الشيء بيتكون حسب التغذية اللي نحن عم نعطي اياها. وبيتم بتتم حضانة البيض من 18 يوم ل 23، وفي اوقات كمان لل 24 يوم اصدقائي. أما فطام الفراخ أصدقائي فهو بيكون على عمر ال 35 يوم لل 40 يوم. الفراخ لحالها بتصير بتفطم حالها، الأم والأب بيتركوا تغذيتهم، بتصير الفراخ بتعتمد على حالها بالنسبة للتغذية. وفينا كمان نجيبه فرخ ونكبره على ايدنا ونعلمه الكلام، هيك رح يكون اسهل طبعا ويكون اجمل لما بيكون الطائر عندي مروض اصدقائي. وهي كانت معلومة على السريع أصدقائي بالنسبة لببغاء الكوكتيل. ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. ومعاكم أحمد أبو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله.